سمعتوا عن الكفتة الغمراوي قبل كده او كباب كوابري؟ احنا هنعمله النهارده بكل سهولة، وبنص كيلو لحمة مفرومة هيرمي معانا كمية، ونص كيلو رز، يمكن اقل كمان من نص كيلو رز، ومعانا بقصلاية كبيرة يعني ايه او وسط كده متقطعة. احنا كده كده هنحط الكلام ده في الكبة. ومعانا شبت وكزبرة وبقدونس، يجي يعني نص حزمة كده من كل حزمة، نصها كده. ومعانا 4 5 فصوص توم، وقرن شطة كده احمر حامي من الصغير ده، او عايزة تحطي بارد براحتك. وايه تاني، والتوابل بقى هنحط ملح وفلفل وكزبرة وكمون وبابريكا. تمام. هنعمل الكلام ده كله في الكبة. هنعمل ايه؟ هناخد الاول الكزبرة والبقدونس والشبت والبصل والثوم وقرن الشطة. تمام، زي ما انت شايفة كده. حلو قوي يا جماعه، حلو قوي قوي قوي. ده يعني كفته الرز عاده بنعملها بالرز المطحون، مغسول ومنقوع ومطحون، يعني منشفينه كده وطحنينه في الكبه. تمام. لا، احنا هنحط ايه؟ مش هنتعب نفسنا النهارده، ولا ولا هنطحن بقى رز ولا كلام من ده. احنا هنحط الرز بحاله. تمام. احنا عاملين رز، منقيه نص كيلو رز او اقل شويه. هو المفروض نص كيلو رز برضو. بس براحتك، يعني عايزة تحط نص، عايزة تحط اقل شوية براحتك، عايزة تحط ازيد شوية برضو براحتك. غسلاه يعني منقيه وغسلاه ونقعه يجي 5 أو 10 دقايق كده. وقمت ايه مصفياه حلو. تمام. الوقت احنا ايه، انا فرمت البصل مع الخضرة، التوم اللي هو الشبت والكزبرة والبقدونس والتوم وقرن الشطة. هفرمهم حلو. تمام كده مع بعض الاول. وهقوم واخده ايه اللحمه بقى الجميله ديت نص كيلو. يعني هاخدهم على مرتين. مره همشي بها الايه، همشي الكبه كده بيها، وبعدين ايه هقوم نازله بالباقي. يعني ايه يهبطوا كده شويه، واقوم نازله بايه ببقيه اللحم. حلو قوي يا جماعه، جربوها وهتفرط معاكي. وهننزل بالتوابل برضو، اللي عباره عن توم وعن ملح وفلفل وكزبره وكمون وبابريكا. تمام. اعجني بقى كده، شايفاه يبقى بالمنظر ده. هنقوم نازلين برضو بالباقي، بقية اللحمة، وهنفرم لغاية بصي ما نلاقي قوام الكفتة معانا، يعني مشي مع بعضه كده وتجانس مع بعضه، استمغت مع بعضها كده. هو بيبقى باين اصلا من الكبة من بره، يعني هو بيبقى باين ان كلهم دخلوا في بعض وبيلفوا مع بعض كده. انت عارفة طبعا ايه انا قصدي في ايه. شايفة كله اتكتل كده كتلة واحدة ولفوا كلهم مع بعض. خلاص هو كده ايه اتسمغت معانا، ومش محتاجين بقى حاجة تانية، وهنشيلها بقى من الكبة عادي. تمام. هنحطها في اي حاجة، اي وعية كده او بولة او اي حاجة. هننزل بالخليط كله، وهنقوم نازلين بايه. طبعا ده كله على التوابل برضو اللي ايه اللي هنحتاجها للرز برضو كمان، والملح وكله. تمام. مش هنحط يا جماعة لا بقسماط ولا بيض ولا دقيق ولا نشا ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. هي هتلاقيها بسم الله ما شاء الله فيها تماسك، متماسكة وما فكتش ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة هتشوفي دلوقتي يعني هي هتبقى شكلها عامل ازاي، والقوام بتاعها هيبقى عامل ازاي. جبنا الرز اهو، انا بقول لكم احنا غاسلينه ونقعينه 10 دقايق. وطبعا نقناه في الاول وغسلناه ونقعناه 10 دقايق، وسبناه في المصفى كده ايه ينشف. تمام. اعجني بقى اخلطوا كل المكونات دي ببعض. عايزينها ايه؟ يعني ايه، احنا مش عايزين نرجعها الكبة تاني علشان خاطر ايه، ما الرز ما يتكسرش معانا. هي كده، هي الكفتة الغمراوي او كباب كوابري بيبقى هي شكلها كده. الرزاية بتبقى كاملة، مش بنطحنها. هي نفس كفتة الرز، بس من غير الرز مش مطحون. الرز مش مطحون، الرز صحيح. يعني انت مش هتقفي في المطبخ كتير، ولا هتقعدي بقى تطحني ولا كلام من ده، ولا هتاخدها بره بقى في الحر عند الجزار وتروحي والكلام ده، لا. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني النهاردة ليلة الجمعة، صلوا على النبي علشان خاطر يعني ايه اكثروا من الصلاة على الرسول في ليلة الجمعة. وسورة الكهف يا جماعة ما تنسوهاش ضروري. يعني بقي الهون بقى كده ايه، انزلي ايه يعني ايه، خلي الرز يدخل في قلب اللحمة ويتجانس ويبقى ايه
حاجة واحدة، بحيث ايه تتشمع وتتسمغ اكتر. تمام. براحتك، مش عايزة تعملي الخطوة ديت براحتك، بس حلوة يعني، هي ايه عجبتني. تمام. بس كده هناخد بقى الخليط ده وهنحطه في التلاجة بقى شوية يشمع كده ويشد معانا كده، وخلاص. هكورها قدامكم، بتتكور بكل سهولة. خلاص كده حلو قوي. هدخلها بقى التلاجة شوية، وتعالوا بقى عند البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. طبعا انا هقسم اللحمة دي، الكفتة ديت، على حاجتين. نصها هعملها في صوص كده احمر، اللي هو في صوص طماطم، والنص التاني هسويها في شوربة وهحمرها بالبيض. تمام. يعني شغاله معاكي، اي حاجه شغاله معاكي، وبسم الله ما شاء الله، وهتلاقيها بتدوب كده في بقك، بتدوب والله. نزلنا في حله كده بمعلقه سمنه، ونزلت ببصلايه وسط كده مبشوره، او بصلايه صغيره. او مش عايزه تحطي بصل خالص على فكره، عادي ممكن تحطي التوم بس. انا طبعا عامله يعني مقطعه 3 4 فصوص توم كده. هنزلهم على البصلايه، بس ايه شويه كده. اما البصلايه تتشوح كده، هقوم نازله بالثوم. هجيب رشة ملح عشان ايه البصل يدبل، واقوم نازله بالثوم اهو، زي ما انت شايفه. قلبي بقى، قلبي بقى. يعني ايه يعني انت النهارده هتجيبي بس نص كيلو لحمه مفرومه. على فكره نص كيلو لحمه المفرومه ديت من يعني مش مستورده، بس حلوه قوي يا جماعه. نص كيلو ب115. بس جميله، بس حلوه. لا ما يعني ايه، يعني نتيجتها حلوه، مش هي مش بلدي، بس حلوه قوي وحمرا كده وحلو. قلبي، قلبي كده، خليهم يتبالوا كده مع بعض، وتشم ريحه التوم كده. هنقوم نازلين بايه، هننزل بقى بالطماطم. انا كنت عامله طماطم كده مسبكاها، هنزل بشويه وهخففهم بقى بميه، علشان انا كنت مسبكاها. يعني ايه، معرفش ان انا هعمل الوصفه ديت. فانا كنت مسبكاها كده كده، فانا احط شويه ميه، كوبايه ميه او كوبايتين، او لو عندك شوربه يفضل. انا ما عنديش شوربه، عندي حبه شوربه بس، على قد الايه الحبه الشوربه اللي هسوبها الايه هسوبها الكفته. الكفته اللي هو النص التاني. تمام. نزلت بشويه ملح وشويه فلفل، وهنزل بايه بمكعب مرقه، علشان الميه اللي احنا حطيناها. لو كان عندي شوربه كنت حطيتها واستغنيت عن المرقه خلاص. ما انتش عايزه برضو تحط المرقه براحتك برضو، زي ما انت شايفه كده. بس هسيبهم بس يغلوا. ما انا عايزه ايه الصوص ده يبقى خفيف، خفيف شويه، مش تقيل، مش متسبك بقى او تقيل، عشان كده حطيت ميه. تمام. هسيبهم ايه يغلوا كده بقى ويتكتكوا مع بعض. وتعالى ما نصبع ايه الكفته الاتنين، اللي هي ايه اللي هقليها، واللي هنزلها هنزل الصوص ده عليها. هنعمل فرشه كده من البصل كده في ارضيه الحله. هما دقيقتين صغيرين كده، بس ما شاء الله يا جماعه، 5 افراد بألف هنا كلهم وشبعهم. حلوة قوي. إيه واقتصاديه على فكره. يعني انت ايه 115 جنيه الواحد دلوقتي، يعني اسره من 5 افراد دلوقتي بتتغدى بكام؟ بتعدي 200 جنيه. فانت لما تجيبي تعملي اكله نص كيلو لحمه مفرومه ب150، ب115 جنيه، قولي 120 جنيه. وانت لا حطيتي بيض ولا حاجه في الكفته، هي حبه نص كيلو رز وبس وخلاص. وعملت اكله حلوه ومشبعه ومفيده، يعني ايه هتشبعكم كلكم. تمام. صبعي بقى. انا كنت ايه عملتهم كده مدورين، بس قمت ايه مخليهم طوال تاني. مش عارفة ايه الفكرة يعني، بس طب انا كنت اعمل الحالة التانية يعني صوابع وخلاص. بس يلا مش مشكلة. عملنا ايه، عملتها ايه، ديت اهي، دي اللي اللي هسقيها بالشوربة، وهحمرها في البيض. والدقية ديت الحلة الصغنونة دي برضو هعملها بقى يعني كور كده. إيه ان هقوم منزله ايه بالصوص الاحمر بقى عليها. مش هنقليها بقى ايه زي كفتة الرز ونقوم منزلينها في الصوص. لا، ده احنا هنسقي الصوص، هنسقيها بالصوص وهي نية كده،
وهنحطهم يا دوبك يغلوا على نار عالية، وبعد على نار عالية يعني شوية يغلي. اول ما يغلي لازم تقوم هديه بقى النار عليه خالص، شمعة. تمام. الدقيقتين قدامكم اهمت. هسقي واحدة بالصوص الاحمر، بالطماطم كده، او الخليط خفيف قدامكم اهو. والتانية هسقيها كان عندي شوية شوربة كده عينهم في الفريزر. يعني سخن يعني سخنتهم، يعني خليتهم فكم على النار. وهسقي بها الكفتة اللي هحمرها في البيت ديت، زي ما انت شايفة كده متلجة لسه اصلا، فيها قطعة متلجة، مش مشكلة. دول احنا عاوزين الحبة دول. تمام. هنحطهم برضو يا دوبك الاتنين هيغلوا على النار، اول ما يغلوا موطين بقى النار هادية جدا، عشان ما يفكش معاكي ويغلي جامد ويفك وخلاص انت اللي هتبقي خسران. تمام. شايفة تماسك الكفتة ما شاء الله. ودي برضو اهيت ما شاء الله برضو متماسكة وزي العسل، حلوة قوي، طعمها حلو قوي وبتدوب في البق كده، والله يا جماعة حلوة قوي. هي عامة اي حاجة فيها لحمة بتدي طعم حلو والعيال بتحبها. هنجيب بقى بطين كده نجهزهم معانا عليهم ملح وفلفل، عشان خاطر نحمر بقى الكفتة. تمام. زي ما انت شايفة كده هنحط عليهم فقشناهم اهوت، وهنحط عليهم حبة ملح وفلفل. زي ما انت شايفة كده هنربهم بقى كده بأي حاجة، بمعلقة، بشوكة، بمضرب، أي حاجة. وهنقوم جايبين بقى الكفتة بتاعتنا، هنهويها. يعني انا هوريكم الاول الكفتة اللي خلاص، اللي هي بالصوص الاحمر استوت خلاص ومتماسكة وما شاء الله حلوة قوي يا جماعة، ودايبة كده دوب يعني. وقرن الشطة اللي هو الاحمر اللي حطيته كده في الخليط محرحر كده الكفتة ومخلاها حلوة قوي قوي قوي، جميلة. ما اشتركتش؟ اتمنى يا جماعه بالله عليكم الاشتراك في القناه، الاشتراك في القناه. واهم حاجه بقى يعني لو مشتركه فعلا الاعجاب يا جماعه بالله عليكم. شايفه تماسك الكفته طعمها حلو قوي، دايبه والله، دايبه لوز كده في بقك. هاخدهم دول مش هسيبهم، ما ينفعش يتسابوا. هغرف بقى الكلام ده. شايفه انا بغرف بالحله اهو، وما شاء الله الحله لا البصله لزقت ولا اتحرقت ولا اي حاجه، بفضل ان احنا مهديين النار شمعة كده، ويستوى في عرق وكده، ويا دوبك هيشرب الصوص وخلاص. حلوة قوي يا جماعة. شايفة الجمال؟ ولا ريحتها بقى يا خبر ابيض، ريحتها وطعمها بتدوب كده في بقك. تعالي بقى نجيب الكفتة التانية اللي مستوية في الشوربة، هنحطها بقى في طبق كده ونهويها علشان خاطر تبرد، بحيث ما ينفعش بقى نحطها في البيض وهي سخنة جدا كده. هتنزل في البيض هتقوم مسويه البيض مني ومش هينفع. هفردها كده بقى في الطبق، يعني شايفه بقى الذوبان؟ شايفه مش مستحمله؟ شايفه؟ وحته القرن الشطه دي بقى مخلاها محرحره كده وحلوه جميله. هنزل بقى كل الكميه بحيث تبرد خالص، او يعني تبرد 3/4 كده تبريد. وبعدين نحطها بقى في نروح عند الزيت بقى ونحمرها وننزلها في البيض وبعدين في الزيت، لا بقسماط ولا اي حاجه. ما شاء الله رموا معانا كميه يعني معتبره حلوه قوي. زي ما بنقول لك كده، هي يعتبر اكله اقتصاديه. الرز بيزودها وبيخلي طعمها حلو اصلا. وما شاء الله ريحتها زي كفته رز عاديه خالص. بس بقى دي ما وقفتكش في المطبخ كتير، انت بقى يعني لا طحنت رز ولا حاجه. شايفه ما شاء الله كميه حلوه قوي يا جماعه. بس كده هنسيبه يهدى بقى شويه، وبعدين هنروح بقى على الزيت، هنحط في البيض وبعدين نحط في الزيت.
الزيت يكون سخن يا جماعة، سخن، مش مقدوح ولا بارد. كده زي ما انت شايفة. نزلي في البيض. انا حاطه البوله اللي جنب على العين اللي جنب الزيت ديت، حاطه فيها عليها البوله بتاع البيض، وبحطهم في البيض، واقوم نازله في الزيت على طول. زي ما انت شايفه كده اهو. شايفه حلوه قوي. على نار وسط، يعني ايه، ما تكونش النار عاليه قوي تلها في الدنيا ويتحرقوا منك، او هاديه قوي، لا، على نار وسط كده حلوه، وعين متوسطه كده. إيه، وحمريها، بحيث حتى لو لقيت حد عندك ما بيحبش اللي بالصوص الاحمر، فيه متحمره بالبيض وطعمها جميل قوي. يعني لو هما بيحبوا الحاجات المتحمره اكتر، الكفته المتحمره، يعني دي قدامهم. بس الحمد لله والله الصراحه يا جماعه، والله يعني عيالي كلوا ده وكلوا ده، يعني ما شاء الله الاتنين حلوين، طريقتهم حلوه وطعمهم احلى من بعض. عايزة تعملي الكمية كلها بطريقة واحدة، يعني عايزة تعملي كلها محمرة او كلها بالصوص الاحمر، براحتك برضه، كله يرجع لك انت. وكل واحدة عارفة عيالها بياكلوا ايه، وبيتها مش بيتها يعني افراد الاسرة بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. هنحط بقى الباقي كده مع نفس ايه، وهحمرهم الدور التاني. وشايفة بقى الجمال، اللهم بارك، يعني كمية ما شاء الله، مع ان انا كلت واحدة من الصوص الاحمر وواحدة من المتحمرة. حلوة قوي يا جماعة، جربوها. موفرة على فكرة، ومش هتقف في المطبخ على فكرة كتير. حلوة قوي، جميلة. شايفة طرية اصلا، الرز مطريها، حلوة حلوة جميلة. ولو وصلتوا معايا لحد هنا، اتمنى يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، علشان يوصل لك كل جديد، واعجاب لو الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.